يعني ايه انيميا واعراضها وايه اللي بيسببها؟ طب هل في انواع للانيميا ولا هي نوع واحد؟ طب امتى تكون الانيميا حادة وامتى تكون غير حادة؟ الاسئلة دي وغيرها كتير هنجاوب عليها في الحلقة دي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة عن الانيميا، واول حاجة لازم نعرفها ايه هي الانيميا دي. الانيميا ببساطة هي نقص الحديد اللي موجود داخل كرات الدم الحمراء. الأعراض بتاعتها بتختلف على حسب شدة الأنيميا. يعني لو كانت أنيميا خفيفة غالبا مش بيحس المريض بأعراض، إنما لو الأنيميا شديدة يعني نقص الحديد كبير، في الحالة دي المريض ممكن يحس بإرهاق أو تعب أو ضيق في التنفس، أو المجهود بتاعه يكون قليل، أو صداع، أو حتى طنين في الودان، وبنلاقي لون الوش شاحب، والمريض يحس ببرودة في الإيدين والرجلين، وصعوبة في التركيز، وصداع ودوخة، واحيانا عدم انتظام ضربات القلب، واحيانا المريض بيحس ان طعم الاكل متغير او طعم الاكل مش حلو، ويلاقي نفسه عايز ياكل حاجات غريبة زي التلج مثلا. وطبعا تساقط الشعر وتكسير الضوافر وعدم انتظام الدورة عند الستات. وطبعا اللي بيأكد الكلام ده او بينفيه تحليل صورة الدم. لازم نعمل تحليل صورة الدم يا جماعة. اسباب الانيميا ايه؟ اول سبب من اسباب الانيميا دي انك ما تاخدش كمية الحديد المناسبة لجسمك. طب انا هاخد كمية الحديد منين حضرتك؟ اجيب شوية حديد وارقشهم؟ لا يا سيدي، ما تجيبش حديد وتقرقش ولا حاجة. انت بس هتاكل اغذية غنية بالحديد. زي ايه؟ زي الكبدة واللحمة والسمك والفراخ والتفاح ايه ده؟ لو الحديد موجود في الحاجات دي بس، اكيد معظم الشعب هيكون عنده انيميا. الناس مش لاقية تاكل وبيشوفوا الحاجات دي في المواسم بس، ده لو شافوها كمان. طب ايه رأيك ان الحديد موجود كتير في البتنجان والسبانخ والبنجر والرمان والجرجير والفجل ونباتات كتير بتكون موجودة في طبق السلطة؟ طب يا دكتور انا سمعت ان الشاي بعد الاكل بيسبب انيميا. بص، في معلومة مهمة جدا لازم نعرفها عن الحديد. الحديد الموجود في الخضروات بيختلف عن الحديد اللي موجود في المصادر الحيوانية. الحديد الموجود في المصادر الحيوانية زي الكبدة واللحمة ممكن تشرب شاي بعد الأكل على طول عادي. إنما الحديد اللي موجود في البتنجان والتفاح والسبانخ والمصادر النباتية عموما لازم تستنى نص ساعة على الأقل بعد الأكل عشان ما تفقدش القيمة الغذائية للحديد. يعني ببساطة، أي وجبة نباتية شربت بعدها الشاي على طول، فاعرف كده إن جسمك مش هياخد الحديد منها. كمان يفضل انك تحط شوية ليمون على السلطة لان ده بيساعد الجسم على امتصاص الحديد، او حتى تشرب كوباية عصير برتقان بعد الاكل. طب سؤال مهم، يعني طب العسل الاسود بيقولوا فيه حديد. الحقيقة المعلومة دي كانت مظبوطة زمان، لكن دلوقتي لا. وده لان العسل زمان كان بيتعمل في اواني حديد، فكان بيبقى غني بالحديد فعلا. انما دلوقتي اللي هياكل عسل اسود هيتخن بس من غير حديد. طب واحد هيقول لي يا دكتور انا باكل كبده ولحمه وتفاح وبتنجان والكل كليله وما بحبش الشاي كمان، ومع ذلك لما رحت للدكتور وعملت التحليل قال لي ان عندي انيميا. هقول لك كلامك ده هيخلينا نتكلم عن السبب التاني للانيميا، وهو عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد. طب امتى الجسم ما يقدرش يمتص الحديد؟ ده ممكن يحصل عند بعض المرضى اللي عندهم التهابات مزمنة في القولون، أو استأصلوا جزء من المعدة، أو الإصابة ببكتيريا المعدة المشهورة باسم البكتيريا الحلزونية، وبعض الأمراض التانية. ده كمان في أدوية بتقلل امتصاص الحديد، بس مفيش مجال لذكرها دلوقتي يعني. عشان كده قلت لك من شوية تستخدم الليمون في الأكل، لأنه بيساعد الجسم على عملية امتصاص الحديد. طب اشمعنى الليمون؟ هقول لك يا سيدي لانه فيه فيتامين سي، وده العنصر الاساسي اللي بيساعد الجسم على امتصاص الحديد. طب السبب الثالث للانيميا هو ايه؟ السبب الثالث للانيميا هو فقدان الدم. يعني مثلا عند الستات بيفقدوا الدم خلال فترة الدورة الشهرية. طبعا مش كل الستات بتفقد كمية دم كبيرة يعني، لكن ده سبب مهم من اسباب فقدان الدم. كمان لو في حد عنده قرحة في المعدة او القولون او البواسير او الشرخ الشرجي، كل الحاجات دي بيحصل بسببها نزيف، ولازم تتعالج عشان تعالج الانيميا. يعني انت ممكن تتخيل الموضوع ببساطة،
انك بتحط ميه في كوبايه مخرومه. لازم تعالج الخرم الاول عشان الكوبايه تتملي، لازم تلحمه. ده نفس الموضوع عند الانسان برضه، لازم تعالج النزيف عشان تعالج الانيميا. كمان لو الواحد عمل جراحه بيفقد دم. التبرع بالدم المستمر الغير منتظم، وبأكد على كلمة الغير منتظم، يعني فترات قريبة، بيسبب الأنيميا. طب العلاج بتاع الأنيميا إيه؟ ببساطة العلاج بيكون على حسب السبب. يعني لو نقص حديد في الأكل نزود الأكل اللي فيه حديد، أو الدكتور يكتب لنا على دواء فيه حديد لغاية ما نظبط الأكل. نزيف نوقف النزيف. عدم القدرة على امتصاص الحديد نشوف إيه اللي مانع امتصاص الحديد ونعالجه. طيب، نسبة الهيموجلوبين الطبيعية في الجسم كام؟ وإمتى تكون الأنيميا حادة؟ وإمتى أحتاج لنقل دم؟ وإيه الهيموجلوبين ده أساساً؟ وفي أنواع للأنيميا ولا لأ؟ الهيموجلوبين ده عبارة عن بروتين بيكون موجود جوه كرات الدم الحمراء، وبيكون مرتبط بيه الحديد. النسبة بتاعته بتختلف على حسب العمر والجنس. يعني النسبة في الأطفال غير البالغين غير حديث الولادة، ممكن نقول النسبة الطبيعية في الأطفال مثلا بتكون 11.5 جرام فما فوق. بالنسبة للسيدات بتكون 12 فما فوق. الرجالة بيكونوا 13 فما فوق. بالنسبة لحديث الولادة النسبة بتتغير كل يوم. طبعا لو النسبة قلت عن الأرقام اللي قلناها دي بيكون المريض عنده أنيميا. طب إمتى المريض يحتاج نقل دم؟ في معظم الحالات المريض بيحتاج نقل دم لو نسبة الأنيميا وصلت ل7 جرام بس. برضو الطبيب المعالج ممكن يكون ليه رأي تاني على حسب الحالة الصحية للمريض. يعني ممكن مريض توصل الأنيميا بتاعته ل7 والطبيب يكتفي بحقن حديد أو حتى أقراص بس. طيب، في أنواع للأنيميا دي؟ الحقيقة هي مش أنواع، هي أسباب، بس بيتقال عليها أنواع. يعني مثلا أنيميا البحر الأبيض المتوسط، أنيميا نقص فيتامين بي 12، أنيميا نقص حمض الفوليك، أنيميا نقص الحديد، وده أشهر نوع واللي معظم كلامنا كان عليه النهاردة. كمان في أنيميا الخلايا المنجلية، أنيميا التحلل الدموي اللي احنا بنقول عليها أنيميا الفول. عشان ما نطولش عليكم، لو حابب تعرف أكتر عن أنواع الأنيميا بالتفصيل تابع الحلقات الجاية. لو عجبك محتوى القناة اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة على طول. وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا.